السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب اشكر جميع من علق لي على الفيديوهات بتعليق حلو، واشكر متابعيني من داخل مصر ومن خارج مصر، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون المحتوى عجبكم. هنا معايا النهاردة هعمل معاكم سمك بالصينية، اللي هو سمك مكاريل. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم. معايا هنا السمك ده نوع مكاريل، يعني هو النوع الأحسن من النوع اللي هو التونة. طبعا التونة في شبيه منه بس الطعم مختلف عنه، وبنفس الوقت مش زفر زي التونة. هنا أنا فتحته ولقيت فيه زي ما انتم شايفين كده بطروخ زي اللي بيبقى موجود في الرنجة. فطبعا أنا ما حبيتش إن أنا أرميه، فعجبني يعني، فقلت أعمله، بيبقى طعمه جميل جدا برضو بقلب الأكل، سواء إذا كنت قليتيه أو عملتيه بالصينية كان طعمه بيبقى حلو. هنا ببدأ بقى إن أنا بفتح معاكم السمكة بالشكل دوت وبنضفها. وهنا بعد ما تنضف وتغسل كويس وابدأ بقى ان انا اعمل له الحشوة بتاعته. طبعا انا هنا نضفته وفتحته بالشكل دوت علشان التتبيلة توصل للحم بتاع السمك ويبقى متبل حلو. معايا هنا البطروخ، هنا البطروخ كان جميل جدا. معايا البطروخ اللي هو الناعم، وبنفس الوقت البطروخ التاني اللي هو الخشن، فكان طعمه حلو. وكنت هقليه بس انا منها كنت عملت صينية فعملته بالصينية معايا. معايا هنا بقى بصل خرطته زي ما انتم شايفين كده، ومعايا فلفل، ومعايا طماطم، ومعايا بقى ايه التوابل. طبعا معايا هنا ايه هنا خل وزيت وتوم مفروم، ومعايا هنا الكزبرة ناعمة، وملح، وكمون ناعم، وشطة. طبعا تحاولي ان انت ما تكتريش الشطة عشان لو عندك اطفال، فنخلي بالنا من النقطة دي. طبعا المكونات دي كلها همزجها مع بعض، وبعد كده هحطها احشي السمك واحطها بقى في الصينية وازقها بالفرن. اول حاجة معايا هنا البصل مخرطاه شرايح زي ما انتم شايفين كده، يعني البصلاية متكونش ناعمة عشان انا هعمله صينية. ومعايا هنا برضه احط عليه بقى الطماطم، برضه مخرطاها مكعبات. طبعا اي حاجة ني في ني بيبقى بالشكل دوت، او يعني تعمليها بالبصل الاحمر بيبقى جميل، وبنفس الوقت لو حطيت في الفلفل والطماطم بيدولها طعم احسن. طبعا دي المكونات بتاعتي، وبعد كده بحط لها التوابل واقلبها ببعض. لو حابه ان انت بقى ايه تشيلي منها التتبيله ديت قبل ما تحطيها على السمك، حابه تعملي منه طبق سلطه بس ما تحشيش بقى الزيت، يعني هي المكونات هي من غير الزيت، يبقى طبق جميل جدا بالسلطه. لو حابه بقى ان انت تعملي تخرطي برضو عليه خيار بيبقى حلو بقى، يعني هو دوت طبق سلطه. بس انا هنا كنت بعملها حشوة للسمك. بضيف هنا بقى الخل، وبضيف بقى الزيت، وبعد ما حطيت مكوناتي كلها بالشكل دوت. طبعا انا سبت شوية زيت عشان بحطه على وش السمك عشان بيديها التحميرة الحلوة. معايا بقى هنا السمك، وحضرت هنا صينية بحط لها بس حاجة بسيطة بس من زيت في قعر الصينية. وبعد كده بعبي بقى الحشوة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هنا بس كان التصوير بعيد شوية، اهو بالشكل دوت. اهو ببدأ بقى ان انا احط الزيت في قعر الصينية، وبعد كده احط الحشوة بتاعتي، وبعد كده هزقها بالفرن. معايا هنا السمكية بعبيها بالشكل دوت. طبعا أنا الحشوة دي كان عاملاها للصينية، حتى لو مش هتعملي اي حاجة جنب الصينية، كفاية بس انك تعملي شوية سلطة. ممكن ان هو يتغمس بالعيش بيبقى بالشكل ده بيبقى حلو قوي، يعني تغمز الحشوة بتاعته بيبقى طعمه جميل. لو حابة بقى ان انت تعملي جنبيه رز اللي هو رز الصيادية، حسب ما انت حابة تعملي بيبقى برضو حلو جنبيه. هنا انا حطيت معايا السمك بالشكل دوت، وبعد كده بقى معايا بقية الحشوة بحطها
على بقلب الصينية بالشكل دوت. ومعايا هنا السلطة. طبعا السلطة لو حابة ان انتي تعملي سلطة اعملي. لو مش حابة يعني ايه الحشوة دي، ممكن تشيلي منها للسلطة بس من غير الزيت قبل ما تحشيلي السمك. فلو ممكن تعمليها بتبقى يعني بتبقى سلطة برضو حلوة برضو معاكي. معايا هنا حطيت المكونات بالشكل دوت، وبضيف لها بقى ايه حاجة بسيطة بس من الزيت من على الوش علشان السمك، او بالشكل دوت. وبعد كده بروح اظبط معاكم الفرن. طبعا لو فرني عادي بتاع البوتاجاز بتعمليه من تحت، وبعد كده بعد ما يستوي يعني، وبعد كده بتحطيه من فوق، بياخد ايه التحميرة بتاعته، وبعد كده بيبقى جاهز على الاكل. هنا عندي الفرن اللي هو الكهربائي، فبحطها بالشكل ده. انا بوريكم بس ايه ان التتبيله نازله للقعر، وان هي ايه السمك محطوط في قلب الحشوه. هنا بظبط على الدرجه من تحت، يعني بقول لا عملت الفرن من تحت، وبعد كده لما يستوي معايا بحطه من فوق على ايه على الشعله من فوق. بدأ معايا ان هو خلاص استوى او بالشكل دوت. فايه بغير الوجه التاني واولعه من فوق علشان ياخد الوش بتاعه. معايا هنا بقى عقبال ما يجهز السمك هنا معايا زيت عشان هعمل معاكم هنا رز. طبعا مكونات الرز الصيادية بصل مفروم بالشكل دوت، ومعلقة توم مفروم، ومعايا هنا التوابل كزبرة وكمون ومعلقة قرفة صغيرة وملح، ومعايا هنا معلقة الشطة. طبعا لو مش حابة تحطي قرفة براحتك، ده اختياري يعني. هنا بقلب بقى البصلاية بالشكل ده ان هي تتحمر معايا. بعد ما تاخد التشويحة قبل ما احط الثوم، بحط لها بقى معلقة الشطة اللي عندي عشان تحمر وتنشف معايا على طول متاخدش وقت. معايا هنا بقى معلقة الشطة بضيفها. طبعا لو عندك اطفال هياكلوا من الرز ده يعني ايه تخلي بالك من الشطة اللي انت بتحطيها. وفي برضو يعني بلاد تانية بتحب ان هي تعمل الرز اللي هو الصيادية ده من غير بصل، يعني هو اللي هو بزيت بس وملح، بيبقى طعمه جميل جدا. هنا معايا خلاص كانت البصلاية اشوحت معايا وبدأت ان هي تصفر، بضيف لها هنا الثوم واشوح شوية لما الثوم بس ياخد اللون الذهبي. وبعد كده ايه بكون عندي الرز مجهزاه وغسلاه، بضيفه بقلبه وانشفه من المية بتاعته، وبعد كده بسيبه. طبعا هنا خلاص بقى جاهز معايا، وبقى عندي بقى التوابل بتاعتي بنزل عليها بالشكل دوت. كده ادتني اللون الاصفر او اللون الذهبي، اللي هي ايه ما تحمرهاش قوي زي التقلية، لان الرز مش حابب اللي هو يعني ايه تتحمر قوي. هنا بقى ضفت لها التوابل بالشكل دوت. وبعد كده ايه بكون مجهزة عنده الرز واضيفه. طبعا بقى الكل متابعيني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. ولو انت اول مرة تشوف فيديو ليا وعجبك الفيديو دوس اشتراك وكومنت حلو منكم كده التشجيع عشان اقدم لكم كل جديد، وان شاء الله الوصفات اللي جايه تعجبكم. ولو حد حابب يعني ان انا اعمل وصفه معينه يكتب لي هنا بالكومنتات، وان شاء الله اجربها معاكم. معايا هنا بقى خلاص كان قلبت بقى الرز ونشف من الميه كويس. ببدأ بقى ان انا اسقيه. بكون محضرة هنا المية، طبعا ده المقدار بتاعه، ده نص كيلو رز يا دوبت ايه خدت لها على لو طبق رز بتاخدي طبق ونص مية، ده مقداره. هنا كان الطبق كان طبق الا ربع، يعني كان نص كيلو رز فحطيت له طبق كامل من مية، كان ده المقدار بتاعه. وبحط له هنا بقى الملح. كده خلاص بقى اسيبه بقى يستوي. هنا كان استوى معايا، يعني رجعت له بعد فترة وطيت عليه النار، وكان استوى هو معايا ما شاء الله وفلفل معايا وحلو. وكده بقى جاهز. بحضر بقى معاكم هنا السلطة.
معايا طماطم وخيار وفلفل وجزر وبقدونس. هنا خرطت الخيار والطماطم والبقدونس والجزر بالشكل دوت على بعض. ومعايا هنا التوابل بتاعته. طبعا انا جمعت التوابل بتاعته بتديها طعم جميل جدا للسلطة. هنا معايا خل، طبعا حاجة بسيطة هيك عشان احط لها نص ليمونة. ومعايا هنا بصل بودر، طبعا عشان ما حطيتش بصل يعني مخرطاه، فحبيت ان انا احط لها بقى ايه نكهة البصل. ومعايا هنا الشطة، وهنا معايا كمون، يعني من كل نوع معلقة. ومعايا هنا الليمون، طبعا انا هعصر هنا نص ليمونة عشان حاطة نص كوباية من الخل، فمش هعصر الليمونة كلها. وحطيت الملح والكزبرة. ومعايا هنا معلقة من الثوم او بالشكل دوت. وهنا كانت كوباية صغيرة من المية بس عشان التوابل تبقى حلوة بس بالسلطة، وأعصر عليها الليمون. كده كانت السلطة جاهزة معايا، والرز جاهز، والسمك هشوفه معاكم كده هشوف الفرن. وإن شاء الله الوصفة دي تعجبكم. هقلب بس المكونات في بعض بالشكل دوت أو بالشكل ده. طبعا لو حابة ان انت تحطي بصل بتضيفيه براحتك، بيبقى طعمه برضو حلو مع السلطة. هنا بغرف السلطة زي ما انتم شايفين كده. وهنا كانت السلطة خلاص جاهزة. ومعايا هنا برضو السمك كان جاهز معايا او بالشكل ده. ما شاء الله كان طعمه جميل جدا، وان شاء الله تجربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ومعايا هنا الرز. وهنا كان الاكل جاهز معانا. ممكن ان انت تعملي الرز جنب السلطة وتقدميه، او تعملي مثلا صينية السمك جنب العيش البيتي، بيبقى حلو قوي من غير رز، حسب ما انت حابة تقدمي. لا ويا رب تقول تكون الوصفة عجبتكم، جيت ومتنسوش بقى تدوسوا لايك البواب. وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.